ازيكم يا وحوش؟ رجع لكم فيديو. فكرة الفيديو النهارده عبارة عن شم النسيم. هقول لكم حاجات عن شم النسيم. يلا بينا نبدأ الفيديو. يلا بينا. لا معلش اعذروني الفيديو بالليل، كان المفروض اصوره الصبح، بس زي ما انتم شايفين لو واخدين بالكم انا تو صاحي. يعني ايه؟ هنقول الحاجات اللي بتحصل في شم النسيم، الناس بتستعد له ازاي. فعايزك قبل ما تبدأ الفيديو تعمل لايك سبسكرايب عشان ناقصين جدا جدا في السوق. سبسكرايب محتاجينه جدا، وبيني وبينك هو ناقص في السوق، انا مش عارف اشتريه يعني. ف لو هتاخدوا بالكم النهارده انا ده الموضوع ده جديد عليا. انا هتكلم بس ان انا الحته دي مش بتاعتي، فالنهارده هتكلم بس. اعذرنا مصطفى، انا مش بجلدك بس معلش. الفيديو ده حسيته ان انا هابدع فيه، فشوف الفيديو وقول لي ايه رايك واعمل لي لايك يا مصطفى. فيلا نبدا الفيديو. يلا نبدا الفيديو. معلش اعذروني، هتلاقوني الفتره اللي فاتت دي غبت فتره بنزل فيديوهات شورت بس. الفيديو الاخير بتاع الفيديو بتاع احذر الممثل ده كان باظ منينا والصوت قطع، والشخصيه التانية المفروض مصطفى اللي كان قاعد قدامي مش ظاهر عشان الصوت كتم وبتاع. فحاولنا على قد ما نقدر نعمل لكم حلو، هو حلو بس كان ناقص مصطفى يبان. فمعلش اظن الفيديوهات ان شاء الله الجايه هتبقى كويسه، بس من بعد الفيديو ده لا، من بعد الفيديو ده فيديوهين ثلاثه كده ان شاء الله تجي الكاميرا ان شاء الله. الشغل الثقيل جاي بس يا رجال. فعايزك تساعدني بقى لايك سبسكرايب حياتك الحلوه دي. دقيقه قطع، فاهم انت؟ عشان ايه؟ تزق معانا الدنيا. دلوقتي بقينا 300. بشكركم جدا 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 على الكميه دي، وان شاء الله لسه اكتر هفضل اصور. بس ان احنا واقفين الفتره دي عشان عايزين نشتغل شغلانه كويسه نجيب منها الكم كده. انا حبيت اغيركم عشان ما تزهقوش مني. فهنتكلم شويه زي ما قلت لكم. نسيت اقول لكم سبب تاني، ان انا صورت بالليل. ليه؟ لما تاني يوم هيبقى شم النسيم كنت استنيت للصبح وكنت تعبان. يعني انا كان ليا يومين صاحي، فده اللي خلاني معرفش اقوم بدري. فاللي خلاني اصور بالليل ان النهارده الاحد، بكره الاثنين صباح شم النسيم. فانا عايز اصور لك الفيديو ده لما انتجوا لك اظبطوا لك ينزل على شم النسيم على طول، او ممكن انزله تاني يوم عشان لو منتجته ونزلته تاني يوم مش عارف هيعمل ده ريتش ولا الناس هتلحقوا تشوفوه ولا لا، بس مش عارف. هظبط الدنيا وهتشوفوا انتوا يعني. بس بالكتير هينزل يا النهارده يا بكره. باختصار يلا نتكلم بسرعه على شم النسيم. تعال نقول يعني شم النسيم. شم النسيم ده بيبقى يوم في السنه. اليوم ده بيبقى الجو فيه مناسب بعد ما خلصنا الشتاء ودخلنا على شويه الربيع اللي هم بين البرد والحر، يعني كويس. نخش بقى على شم النسيم، نبدا الجو الكويس فيه، ولا حر قوي ولا برد قوي ولا برضو ايه في سنه بروده، لا كويس جدا. شم النسيم اول حاجه تعال نقول عباره عن ايه. عباره طبعا معروف، لو اي حد قال لك شم النسيم يعني يا ملوحه يا بيض ملون. اظن انت فاهمني. مش عارف الناس، في ناس معروفه الاكثر بيض ملون، بس هل الناس تعرف موضوع الملوحه ده؟ ما اعتقدش، او يمكن في الصعيد بس ما اعرفش. موضوع البيض الملون ده هو مشهور، بس مش عارف هل في الصعيد بيستخدموه زي البحري ولا لا. اصل انا ما متهيألي ما اعرفش ناس كتيره هنا في الصعيد او عموما في جنة بيعملوا بيض الملون ده، او في الفتره دي بالذات او حاليا يعني في الزمن ده ما اعتقدش ان حد بيجي يلون البيض ده، او يمكن في بحري بس. ليه؟ خلاص الناس اتغيرت، المعامله اتغيرت، كله مركز في التليفون السوشيال ميديا. ما انكرش ان انا بنزل فيديوهات وانا علاقتي بالسوشيال ميديا، بس ده شغلي او انا مش مهووس بيه. في ناس 24 ساعه تصحى على النت وتشوف يا حسن النت مش عارف ايه الحاجات دي. اظن فاهمين يا جدعان. ايام البيض والملوحه. البيض طبعا احنا بنمسك البيضه نسلقها بعد كده نلونها، وفي ناس اللي بتاكلها وفي ناس لا، مش عارف ايه الموضوع ده بس يعني تمام. انا من الناس اللي كنت بلونها بعد كده استنى شويه وبعد كده مش شويه يعني اغيب فتره وبعد كده اقشرها واكلها عادي. اما على الملوحه يا لهوي على الملوحه ده عشق يا جدعان، عشق الملوحه ده. ما كفايه بقى مصر الدنيا هتليل. مش عارف بطني توجعني. ففي ناس بتخصص كده على الصبح، كده تصحى الصبح بعد ما تصحى وتصبح الدنيا، والناس اللي صلى الصبح يصليه، اذا صلى الفجر يصطبح كده يظبط نفسه يصحى
يلم الشله الملوحه وناكل. عشق يا جدعان، عشق. انا دلوقتي بستغرب الناس اللي بتقول لك الملوحه عفش. يا جدعان انت دقتها؟ لا، لكن انت عشان عارف ان هو سمك فلا مش حلو. لا 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 لا, لا انت بتهزر. شم النسيم ده بيبقى فيه حاجتين تاني برضه، بيبقى يا طلوعات يا اما بيروحوا مكان فيه بحر بس. اما عنا احنا عشان الصعيد ما فيهاش بحر وجينا بالذات، فنحن عندي اهلي بالذات انا او قرايبي بيروحوا البلد اللي ايه بلد ابوك او امك، بيروحوا الترعه، فبالنسبه لهم بيقولوا عليها بحر عشان شم النسيم، فايه رايحين البحر مش رايحين البلد اللي فيها البحر، لا رايحين البحر. اسمها رايحين البلد، رايحين الترعه اللي هناك بس، او رايح البحر يا عم اللي في البلد مش رايح البحر. في يلا بينا رايحين فين؟ رايحين البحر. فانا بالذات قرايبي بيوم شم النسيم ده يروحوا البلد. انا الاول كنت حموت واروح معاهم، بس دلوقتي لما كبرت وفهمتها عاديه يعني، ممكن اروح معاك ممكن لا، بس انا دلوقتي حبيت ان وقتي كله يبقى للتصوير بس. تصوير، مونتاج، رغم اني ما بحبش المونتاج، بس لو انت مضطر ده عشان ما عندكش وسيله مساعده ايا كان كفلوس او كصاحب معين، مش صاحب معين او كواحد متخصص لك للمونتاج، فده اللي بيخليني ان انا ممكن يفرق معايا ولا. اما عن الخروجات بيتلموا شويه صحاب قرايب يلبسوا هدوم لبسه حلوه، اللبسه على الحب، وينزلوا يروحوا الاماكن المعروفه، مطاعم، الكورنيش، يعني ياكل. فبتبقى خروجه او فسحه مع اصحابك، او بتسافر بلد تاني، بس ما رجعش اسافر بلد تاني دي عشان ايه؟ ده يوم يعني. ده اختصارت كل اللي انا قلته. مش عارف نسيت كلام تاني ولا، بس هم دول اللي حبيت اقول لكم ان بيحصل ايه في شم النسيم. كان معكم شريف المخيف صاحب قناة الوحوش. كده اقدر اقول لك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ناقصين جدا 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 في السوق يا جدعان. سبسكرايب محتاجينه جدا، وبيني وبينك هو ناقص في السوق، انا مش عارف اشتريه يعني. معلش يا مصطفى، انا كده اقدر اقول لك سلام.